بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو سمي الله وصلى على النبي. الفيديو ده عشان نكمل كلامنا على الوراثة وهنعرف الأنواع الخاصة بيها. فيلا بينا نبدأ. وتعالوا لما نبدأ أعرفكم إن أنواع الوراثة ديت متقسمة بناء على حاجتين. أول حاجة الطريقة اللي الكلاس بيورث منها، يعني مثلا كلاس بيورث من كلاس والطريقة اللي بيورث منها. تاني حاجة أي الشكل أو الهيكل اللي بيتكون من العلاقة بين الكلاسات. يعني مثلا لو عندنا كلاس واحد بيورث من كلاس واحد، ده بنسميه single inheritance. ومن الشكل بتاعي أنا واضح إن هو حاجة بتورث من حاجة، عشان كده سموه single inheritance. وفي نوع كمان عندنا اسمه hierarchical inheritance، وده من الشكل بتاعه تعرف إن بتكون عندنا شكل هرمي كده. فطبعا هنفهم كل حاجة بالتفصيل دلوقتي. فطبعا نتكلم على أول نوع عندنا وهو single inheritance. فالاسم بتاعه يا شباب إحنا بنستخدمه عشان مثلا لو عندك كلاس واحد بيورث من كلاس واحد. فطلع أعمل لك بقى مثال. فأنا هنا يا شباب عملت كلاس اسمه animal، ده بيمثل لي جميع الحيوانات. وعملت كلاس تاني اسمه دوج، من خلال الكلاس دوت عملت وراثة للكلاس اللي اسمه انيمال عن طريق ان انا كتبت كلمة extend الانيمال. فانا كده عشان طبقت مبدأ السنجل انهيرتنس ان انا عملت كلاس والكلاس دوت بيورث من كلاس تاني. فتعالى بقى نعمل مثلا اوبجكت من الكلاس بتاع الدوج. فعلشان اعمل اوبجكت من الكلاس بتاع الدوج هكتب كلمة دوج. الدوج مثلا بيساوي الكونستراكتور بتاعي. لما اعمل بقى دوج دوت بارك مثلا، او دوج دوت ساوند، لما اجي أعمل بقى run، وزي ما انتوا شايفين شغال معايا عادي جدا. فالفكرة عشان من مبدأ single inheritance إن أنت بيكون عندك كلاس واحد والكلاس دوت بيورث من كلاس تاني. فحلو أوي. تعالى بقى نتكلم عن نوع تاني عندنا وهو multi level inheritance. فأنا مثلا يا شباب لو كان عندي كلاس اسمه animal والكلاس بتاع الدوج بيرث الكلاس اللي اسمه animal، فمن خلال بقى المالتي ليفل inheritance بيكون عندي كلاس تالت بيورث من الكلاس اللي اسمه دوج، والكلاس اللي اسمه دوج بيورث من الكلاس اللي اسمه animal. فتعالى مثلا نعمل كلاس تالت اسمه بوبي بيورث من الكلاس اللي اسمه دوج. فانا كده عشان عملت كلاس اسمه بابي، ومن خلال الكلاس اللي اسمه بابي دوت في فانكشن جواه. فانا خليت بقى الكلاس اللي اسمه بابي دوت بيكستند مين، بيكستند الكلاس اللي اسمه دوج، والكلاس اللي اسمه دوج بيكستند الكلاس اللي اسمه انيمال. فانا بقى لما احب اعمل اوبجكت من الكلاس اللي اسمه بابي اعمل ايه؟ هكتب كلمة بابي اللي هو الكلاس بتاعي، مثلا البابي ده هو الكونستراكتور بتاعي. لما احب بقى اعمل الحاجات اللي جوه الكلاس اللي اسمه بابي هكتب بابي دوت، فهتلاقي البارك والساوند والويف اللي هي الحاجات اللي موجودة في الكلاس اللي اسمه أنيمال والدوج ومين والبابي. طب حصل معايا كده ازاي؟ حصل معايا لأن الكلاس اللي اسمه بابي بيكستند الكلاس اللي اسمه دوج. فخلاص الأوبجكت بتاع الكلاس اللي اسمه بابي هيحتوي على الفانكشن الموجودة جواه وكمان الفانكشن الموجودة جوه الدوج، وكمان بقى أنا خليت الكلاس اللي اسمه دوج بيكستند مين الأنيمال، فهو كذلك برضه هيحتوي على الفانكشن الموجودة جوه الكلاس اللي اسمه أنيمال. فتعالى مثلا بقى نعمل بابي دوت مثلا ويف، ولما أجي أعمل run شغال معايا عادي جدا زي ما انتم شايفين. فده الفكرة يا شباب من مبدأ المالتي ليفل انهيرتنس، ان انت بيكون عندك كلاس سوبر كلاس وفي كلاسات سب كلاس بتورث منه. فاحنا خلينا السب كلاس دوت يورث من الكلاس اللي السوبر كلاس، وهكذا برضو خلينا السب كلاس يورث من السب كلاس. وطبعا احنا بنقول على الكلاس الاب سوبر كلاس، والكلاس بقى الاصغر منه مثلا يعني بنقول عليه سب كلاس. فده يعني الفكرة من المالتي ليفل انهيرتنس، ان انت ممكن عندك كلاس وفي كلاس تاني بيورث منه وفي كلاس تالت بيورث منه. تعالى بقى نتكلم عن النوع التالت عندنا وهو ال hierarchical inheritance أو يعني الوراثة الهرمية. فتعالى بقى نعمل المثال بتاعها عشان أوضح لكم الفكرة. الفكرة بقى يا شباب من الوراثة الهرمية إن أنت مثلا بيكون عندك كلاس سوبر كلاس وعندك بقى كلاسين مختلفين بيرثوا من نفس الكلاس. زي مثلا إحنا كنا عندنا الدوج بيرث من الكلاس اللي اسمه أنيمال، وعندنا برضو الكات بيرث من الكلاس اللي اسمه أنيمال. فده طبعا المثال اللي كنا طبقناه في الفيديو اللي فات. فالنوع ده يا شباب اسمه الوراثة الهرمية، إن أنت بيكون عندك كلاسين مختلفين والكلاسين دول بيورثوا من نفس الكلاس. فطبعا بقى مثلا لو جيت عملت اوبجكت من الكلاس اللي اسمه كات هعمل ايه؟ هعمل كات، الكات مثلا بتساوي الكونستراكتور بتاعي. لما اعمل بقى كات دوت هتلاقي عندك حاجتين، المياو والساوند، اللي هو الحاجات الموجودة فين في الكلاس اللي اسمه كات وكمان الكلاس اللي اسمه انيمال. طيب ممكن حد يجي يسألني يقول لي ليه ما جابش عند البارك؟ اقول لك لان الكلاس بتاع الكات ملوش علاقة أصلا بالكلاس اللي اسمه دوج. هو الكلاس اللي اسمه كات بيكستند فقط الكلاس اللي اسمه أنيمال، فخلاص هيحتوي الحاجات الموجودة جوه الكلاس اللي اسمه أنيمال وكمان الحاجات الموجودة مين جوه الكلاس اللي اسمه كات. عشان كده صار معايا الحاجتين دول اللي هو الفانكشن بتاعت المياو والفانكشن بتاعت الساوند. فده شبه الفكرة من الوراثة الهرمية، إن أنت بيكون عندك كلاس سوبر كلاس وعندك كلاسين سب كلاس مختلفين ملهمش علاقة ببعض
بيورثوا من نفس الكلاس الأب. فحلو أوي، تعالى بقى نتكلم عن النوع الرابع عندنا وهو المالتيبل انهيرتنس. بس قبل ما احنا نبدأ هتعرف أعرفكم إن دارت يا شباب مش بتدعم المبدأ دوت بشكل مباشر لأن بيسبب مشاكل، ومع ذلك كنا محتاجين برضه إن احنا نستخدم المبدأ ده. علشان نحل المشكلة دي يا شباب هنستخدم حاجة عملوها اسمها ميكسين. من خلال الميكسين ديت بقدر إن أنا أطبق مبدأ المالتيبل انهيرتنس. علشان أعمل كده تعالى مثلا نمسح الكلاسات ديت كده، ونمسح ده هنا كمان. تعالى بقى نعملها واحدة بواحدة مع بعض عشان نفهم الفكرة منها. فتعالى هنا بقى نطبق مبدأ المالتيبل انهيرتنس. أنا زي ما قلت لكم إن دارت مش بتدعم المبدأ دوت، ولكن هنحل المشكلة دي عن طريق نستخدم حاجة اسمها ميكسين. فاحنا دلوقتي هنعمل مثال دوت بدون استخدامها، ومثال بعد ما احنا نستخدمها علشان الفكرة توضح معانا بشكل أحسن. فمثلا يا شباب لو كان عندي كلاس والكلاس دوت اسمه مثلا دوج، وتعالى نعمل جوه الكلاس دوت أي فانكشن مثلا. فمثلا هعمل void var، وجوه الفانكشن دي هعمل مثلا print لكلمة بارك. فحلو أوي كده عملت كلاس، وجوه الكلاس دوت في فانكشن اسمها بارك. الفانكشن دي بتعمل برنت لكلمة بارك. فتعالى بقى نعمل كلاس تاني مثلا. من خلال الكلاس دوت أنا هخلي الدوج بتاعي يسويم ويرن. فكل اللي أنا هعمله هعمل كلاس مثلا كان، ومن خلال الكلاس دوت هعمل إيه؟ هعمل فانكشن برضو. من خلال الفانكشن دي هعمل برنت كلمة كان سويم. هاخد دي كده كوبي أحطها هنا، ونخلي دي طبعا سمول، واخد دي كده كوبي وأحطها هنا كده. تعالى برضو نعمل نفس الفانكشن دي بس كان رن. فناخد دي كده كوبي وأعمل دي كان إيه بقى؟ كان رن. ناخد دي هنا كده كوبي أحطها هنا، نخلي دي سمول. فحلو أوي يا شباب، أنا كده عملت 3 كلاس: كلاس كان سويم، كلاس كان رن، وكلاس اسمه دوج. فأنا دلوقتي كنت عايز الكلاس اللي اسمه دوج يرث الكلاس اللي اسمه كان رن وكان سويم. فأنا بقى عايز أخلي الكلاس اللي اسمه دوج دوت بيرث الكلاس اللي اسمه كان رن وكان سويم. فأنا بقى لو جيت أستخدم مبدأ الوراثة عن طريق إن أعمل كلمة extend لمثلا كان رن، نعمل كمان بقى مثلا كان سويم، فزي ما انتوا شايفين مش هتكون موجودة لأن دارت مش بتدعم المبدأ دوت. ولو مثلا عملت هنا كلمة extend برضه مثلا كان سويم، برضه مش هتكون إيه، برضه هيكون في ايرور لأن زي ما قلت لكم إن دارت مش بتدعم المبدأ ده. فعشان نحل بقى المشكلة دي يا شباب هنستخدم حاجة اسمها ميكسينز. فمن خلال بقى الميكسينز فأنا بخلي بقى الكلاس اللي أنا عايزه يرث أي كلاسات تانية موجودة. فعشان نستخدم ميكسين يا شباب بنشيل كلمة كلاس ونحط كلمة ميكسينز. فأنا أول لما أنا بعمل كده خلاص أنا خليت الكلاس دوت بتاعي ميكسين. فأنا أي كلاس عندي بقى يقدر يولد كان السويم ده. طب أنا بعمل كده إزاي بقى؟ بتعمل كده عن طريق إن أنت بقى بتشيل كلمة extend وتكتب كلمة with. فزي ما انتم شايفين أول لما أنا كتبت كلمة with البرنامج متعرف معايا. طب أنا بقى هعمل with لمين؟ هعمل with للميكسن بتاعي اللي هو كان swim. فخلاص يا عم اكتب كلمة كان swim. فزي ما انتم شايفين ما حصلش معايا ايرور لما أنا طبقت المبدأ ده. فتعالى بقى نخلي الكلاس بتاع كان run ميكسن برضه. هاخد دي كده كوبي وأحطها هنا، وهعمل بقى الكلاس بتاع dog with كان swim و كان run. فزي ما انتم شايفين لما أنا عملت كده البرنامج شغال معايا عادي جدا. فلما بروح أعمل object من الكلاس اللي اسمه dog، دوج مثلا الدوج بيساوي الكونستراكتور بتاعي. طبعا في هنا ايرور عشان الكلاس بتاعي ما كانش كابيتال. هنخلي ده كده كابيتال، ونخلي برضه ده كده دي كابيتال، وده كمان كابيتال. فلما بقى اروح على الدوج بتاعي دوت بقى هتلاقي هنا بارك وكان ران وكان سوام اللي هي الفانكشن بتاعي الموجودة هنا زي ما انتم شايفين كده يعني. فلما بقى اروح اعمل دوج دوت مثلا كان ران واعمل رن كده هتلاقي شغال معايا عادي جدا. فده شبه فكرة من مالتيبل انهيرتنس. وطبعا زي ما قلت لكم ان دارت مش بتدعم المبدأ ده، ولكن احنا بنستخدم حاجة تانية علشان اطبق نفس الفكرة. طب الحاجة اللي انا بستخدمها بستخدم كلمة ميكسين ودي بتمثل لي الكلاس بتاعي. وكمان بستخدم ايه، بستخدم with عشان ارث الكلاس بتاع الميكسين بتاعي. طبعا بقى احنا هنا ممكن كمان نعمل كلاس تالت ونخلي الكلاس الدوج بتاعي
بيextend الكلاس التالت بتاعي دوت، وكمان بيعمل with كان swim وكان run. فأنا عايزك بقى تطبق أنت ده لوحدك، إن أنت مثلا تعمل كلاس تالت هنا كده، وتخلي الكلاس بتاع الدوج بيكستند الكلاس ده، وكمان يعمل with الكلاسين بتاع المكسن بتاعي. فاحنا يا شباب فيديو النهارده عرفنا انواع الوراثه وطبقنا مثال على كل واحده فيهم، وعرفنا كمان احنا عندنا في دارت ان مالتيبل انهيرتنس دارت مش بتتعمل، ولكن بتتعمل عن طريق ان احنا بنستخدم حاجه تانية، ان احنا بنستخدم كلمه ميكسن وكلمه with عشان اطبق المبدأ ده. فبس كده، ده كان فيديو النهارده. يبقى كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى اكون استفدت منه. مع السلامه.